اهلا وسهلا. فرصه سعيده يا دكتور عماد. متشكرين يا ست الكل. هي زمانها على وصول. انا اسف عملت لكم ربكه لان جاي من غير ميعاد، لكن عمال اتصل على الدكتوره نوال من الصبح ما بتردش. ايوه انا كمان طلبتها على التليفون قافلاه. اهلا وسهلا يا دكتور عماد، المفاجاه دي. اهلا اهلا. ازيك يا دكتوره نوال؟ معلش انا حاسس بالاسف الشديد ليكم، لكن مش عارف اقول لك ايه. انا محرج، بس الست نوله ازالت الحرج ده. اتفضل يا دكتور. اروح انا بقى اعمل لكم حاجه تشربوها. شكرا. خير. الحقيقه انتوا بيت كرم كبير قوي. الست نوله مفيش حاجه ما قدمتها ليش. شوف يا نوال، الحقيقه انا كلمت مع جماعه في المانيا وعرضت عليهم بالظبط اللي انت قلتيهولي، لكن هم بقى ليهم وجهه نظر تانية. وجهة نظر تانية؟ ما انا قلت لك يا دكتور عماد، انا ما عنديش اي حاجه مخبيها. اذا كانوا هم بيتوهموا شيء هم حرين. لا، هم مش متوهمين، هم متاكدين، لانهم يلاقيوا ورق ومسودات بخط ايد الدكتور مختار ذات نفسه بيؤكد لهم انه كان ماشي في الطريق اللي هم خايفين منه. المستندات دي بقى لسه لاقيينها بعد وفاته ب4 سنين. هو الظاهر حد من فريق العمل كان قريب من الدكتور مختار احتفظ بيهم، ويبدو انه ضغط عليه ماديا فسلم لهم الورق ده. دكتور عماد، انا ما عنديش اي حاجه من اللي هم بيفكروا فيها. طيب انا ما على الرسول الى البلاغ، بس يكون في علمك يا نوال هم عارضين عليك مبلغ كبير قوي نظير انك تسلمي لهم السي دي اللي عندك. ده انت مصر انه عندي بقى. 5 مليون دولار. فرصه سعيده يا دكتور، ويا ريت تنسى في يوم من الايام ان احنا كنا زملاء. مع السلامه.